السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. اللي ما يعرفنيش واول مرة يشوفني، انا لينا ايهاب ميك اب ارتست. النهاردة هنعمل مع بعض اللوك كده، فلو مهتمين تشوفوا خطوات اللوك كده كملوا الفيديو للاخر. ولو عجبكم اللوك ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب للقناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ويلا بينا. طيب انا في اللوك كده مش هلبس لينسز، هطلع معاكم بعيني وهكمل اللوك كله بنفس بلون عيني. فحبينا ان احنا نعمل اللوكات كده بالعين اللي هي الطبيعيه من غير لينسز ومن غير اي حاجه. فهنبدا مع بعض اول حاجه بتمشيط الحواجب بالفرشه دي، ويلا بينا. هستخدم مصحح الحواجب بتاعي من Forever 52 عشان املى بيه الفراغات. ويلا بينا. همسكر حواجبي مسكرة هدى بيوتي علشان تديني اللون البني ده. انا مش عايزة حواجبي تبقى سودة، برضه مش هخليها بني قوي عشان مش مأزش من اللوك قوي. فانا بس ايه، يعني هطعمها كده اللي هو حاجة كده على خفيف تكاد لا تذكر يعني، تبقى ميكس كده ما بين الاسود والبني. وهستخدم الافر بيوتي من دريم ماب علشان استخدمه كمكان الكونسيلر عشان انضف بيه حواجبي. والبيوتي بلندر الصغننة دي هندمج بقى بعد كده هنا ننضف. بعد كده هجيب لون ابيض عادي جدا اي شادو من اي باليت عندنا. تمام، انا استخدم من باليت مايت سينما اللون الابيض ده كده، بحيث اني امنع او اكنسل اي خطوط بيضة مكان الكونسيلر عشان ما يخططش. عشان احنا هتشوفوا احنا اللوك بتاعنا هيبقى عامل ازاي، فاحنا محتاجين نكنسل اي خطوط بيضة ببودر ابيض. هجيب باليت هدى بيوتي عشان استخدم منها الدرجة اني واحدة بس اهي. هستخدم منها الدرجة الاورنج دي شوية كده علشان ادفي بس العين متبقاش بيضة قوي كده. هدفي بيها بس العين على خفيف خالص، اللي هو أنا مش عايزة احط درجة كاملة، مجرد تدفئة كده للالوان. هحطها هنا كده، مش هحط حتى كمان الكريس قوي، يعني هحطه على خفيف جدا. ومن نفس الباليت بتاعت هدى بيوتي هستخدم منها درجة البني الغامق ده كده عشان ابتدي احدد بيها الكريس بتاعتي. انا مثلا المره دي مش محتاجه اني احدد الكريس بالفاونديشن واعمل لغايه خط معين. انا المره دي هشوف الكسره بتاعه عيني او الكريس بتاعتي بالظبط لما باجي افتح عيني، هشوف كده هي لحد فين، وهبتدي اعمل خطوط كده بسيطه بحيث احدد انا همشي على ايه بعدين. فكملوا معايا. سحبت خط ايلاينر عادي جدا زي ما شفتوا كده، وحددت الكريس من هنا كده. بالمناسبة دي فرشة الحواجب اللي انا استخدمتها في الاول، هاخد منها الجزء الرفيع ده. اوكي، وهبتدي اوصل من هنا كده. طبعا احنا كل ده على خفيف، بس ايه يعني نبتدي كده ايه نحط النقط على الحروف زي ما بيقولوا. بعد كده هبتدي بقى ازود اللون البني كده هنا، يعني عشان احدد بقى بالظبط انا عايزة الكريس بتاعتي تكون ازاي. فانا اوكي، انا عملت الشكل او الاطار الخارجي اللي من بره، هبتدي بقى املى من جوه هنا كده على بني. اوكي، انا بقى مليت من جوه كده هنا بني اللي هو الطرف من لحد هنا، لكن الديل ده بقى هعمله بالاسود لان انا كده كده اوريدي هعمله بايلاينر اسود او هسوده. فما فيش داعي ان احنا نعمل نحط هنا بني وبعد كده نرجع نحط اسود، فمن الاول نعمل اسود. انا كل ده وبستخدم الالوان على خفيف جدا لسه، اللي هو انا لسه ما عملتش يعني ما حددتش بقى الدنيا وكده اهو، فلسه كل حاجة على خفيف.
اوكي، حابه اني استخدم اللون الاسود بتاعي من باليت مورفي علشان الاسود بتاعها قوي شويه. ف يعني ما حبيتش هي هدى بيوتي، انا بحبها علشان الوانها هاديه، والباليت دي الوانها هاديه كده وفاتحه. فمش يعني اوكي بستخدمها احط يعني ايه كبوينت كده في الاول او كبيز. لكن الالوان لما احب قويه استخدم بقى باليتات تانية يعني. شفتوا قويه وحلوه ازاي؟ بس طبعا لسه هتقوى اكتر من كده، بس اللي هو انا بقول لكم ده برضو كبيز. احنا لسه برضو في الاي شادو، لسه ما بدأناش في الايلاينر والحاجات القويه التانية. لسه في سربرايز كتير. كملوا كملوا. اوكي، وهجيب من بريتي وومن الشاين لاستنج ده الليكويد اي شادو علشان استخدمه هنا اهو كده في الحتت دي. اوكي، انا استخدمت الدرجه اللي على جولد. نيجي على العين التانية. شايفين حاجه؟ اوكي، لسه الاسود هيقوى يعني، شايفه كده. وهجيب قلم الايلاينر بتاعي من كاتريس، وانا برجح ان احنا نستخدم قلم فلوماستر علشان لو استخدمنا ريشة هنبهدل الدنيا. ف يعني دي بتبقى التحكم فيها اسهل شوية، فيعني احنا نستخدم الفلوماستر يبقى افضل. وهجيب باليت بريتي وومن واستخدم منها الدرجة دي فوق بقى الليكويد اي شادو اللي انا حطيته علشان اغمقه شوية. شايفين؟ اوكي، يلا بينا نحط على العين التانية. طبعا انا مش بخليه بينك كده، فبطفيه بلون شيمري تاني جنب منه على الجولد شوية، فهو ده اللي بيدي الايحاء بالضي الجولد شوية. بعد ما حطيت اللون الشيمري هجيب لون اسود باودر عادي من اي باليت مش هتفرق، واموه بيه بقى اللون الشيمري مع اللون الاسود ده كده، يكون فيه تداخل كده شوية. لو ملاحظين كله بنفس الفرشة الرفيعة دي، اللي هو مش 6000 فرشة بقى هشتغل بيها، بنفس الفرشة الرفيعة دي نفعت كتير جدا معايا في اللوك ده. خلصنا العين من فوق، هروح اركب اللاشز وارجع لكم تاني. هرطب النهارده بالبيبي سكين ده من يوكو. اوكي، هستخدم الفاونديشن بتاعي من ديور، درجتي في درجة 1. بالمناسبة دي مش درجتي، هي افتح درجة من درجتي. انا بستخدم دايما درجة 2 او 3، يعني 2 او 3 او ميكس، يعني ممكن 2 و1 هكذا. واحد برضه مش هتخسر، احنا كده كده هنعمل كونتورينج وهنعمل حاجات كتير، فمش هيخسر يعني. احنا ولا عايزين نعمل كافرج كبيرة ولا حاجة، هنعمل كده ايه، خلينا في المتوسط يعني، لذيذ كده في اللذيذ. حاسة اني محتاجة اجيب تاني. لا، مش محتاجين. انا كترت في جنب وجنب لا، بس اوكي البيوتي بلندر هتوزع باعتدال يعني. وبالبيوتي بلندر بقى كده هنبتدي نطبطب. هستخدم منها اللون الاخضر عشان بقى ايه الحبوب الحلوة اللي عندنا دي، وهستخدم اللون الاصفر ده احطه تحت العين كده. انا بصراحة حابة اني اخلي درجة الفاونديشن والكونسيلر يعني يكون وشي على مصفر كده شوية، مش عايزاه على ابيض قوي. ف هكنسل كده البياض شوية ونعمل على اصفر كده شوية. بس طبعا هو مش هيفضل اصفر كده، احنا مش هنخليه اصفر قوي كده، احنا برضه هنحط شوية ابيض. وهجيب عجلة كيريران واستخدم منها اللون الاورنج ده علشان الحالة السوداء اللي تحت العين.
شيء اساسي، شيء اساسي. استخدم الكونتورينج، وحابه اني استخدم بقى درجه الشوكولاته دي، يعني هي دي، بس طبعا انا مخلصه امها يعني، ف هنستخدم كده. بالنسبه للقوره، انا قورتي صغيره مش محتاجه ان انا احط، بس انا بالنسبه للناس اللي عندها يعني قوره بارزه او قورتها كبيره، فهنحط على خفيف كده. تمام، انا حطيت هنا، حطيت هنا كده. بالنسبه بقى للحاجات اللي هي اللوجد، الحاجات الحلوه اللي بتبقى هنا دي كده، انا مش عندي لوجد، بس ايه اللي هو عايزه ارفع من وشي برضو شويه. شايفين الفرق؟ وهستخدم التنت ده من سولا، اسمه لاف تنت سولا، درجة 15. وهجيب فيكس سبراي وارشه على البيوتي بلندر، اوكي، عشان نسهل من عملية الدمج بتاع عمال ينزل. اوكي، انا هبدأ بالناحية دي، لا عشان اللي عمال ينزل ده. انا افضل ان انا ادمج البتاعة دي اوت اوف كاميرا، لان احنا هناخد وقت قوي في الدمج هنا. بس انا هدمج جزء معاكو او جنب معاكو، والجنب التاني هيبقى اوت اوف كاميرا عشان نكسب وقت. وهستخدم اللوز باودر بتاعة فيتمي. ويلا بينا، علشان برضو نحط الاي شادو من تحت العين، ونشتغل بقى تحت العين. هشتغل تحت العين، هجيب بقى قلم الكحل اللي في ذمة الله ده من فوريفر 52. هو ما يغركمش شكله، يعني ما يغركوش شكله، ده انا هشيل فيه يوم ونص كامل. يعني انا يعني كويس، ما يغركمش ان هو بقى لحد هنا، بس ايه، انا هشيل فيه وقت طويل قوي. يعني هو سواد اوكي، بس الازاله بتاعته بقى، هو اوكي مش ووتر بروف، بس الازاله بتاعته تستغرق وقت. يعني انا اوكي. بعد ما رسمت، عملت يعني بالكحل ورسمت مدمع عيني، هجيب بقى باليت مورفي واستخدم منها اللون الاسود بنفس الفرشه، نفس الفرشه اللي بدأنا بيها من اول اللوك لغايه لحد الان، لغايه تلك اللحظه كده. هستخدم برضو بنفس الفرشه عشان اموه بيها برضو من تحت باسود، مش هعمل اي حاجه تانية، هو اسود. اوكي، هاخد اللون الاسود كده وبحطه على الكحل. وهستخدم البلاشر بتاعي من ماك، وهستخدم الدرجة دي، هي روز فاتحة كده خالص. وهستخدم الهايلايتر بتاعي من كابتريس. انا اوريدي محددة شفايفي بالكونتور اثناء ما عملت الكونتور.
بس كده يا حلوين، لو عجبكم اللوك ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد.